أرضية توافقية تتبلور خلال جلسة الحوار الثانية بين وزارة العدل واتحاد منظمة المحامين. تحديث السكك الحديدية وإنجاز خطوط مزدوجة ضمن أولويات قطاع النقل. وفي النشرة وقفتنا عند مشروع توسيع شبكة مترو الجزائر. تنديد بالانتهاكات وتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن أشغال ندوة الجزائر الدولية الثالثة حول حق الشعوب في المقاومة. وسط انقسام حاد بين مؤيد ومعارض، المصريون يصوتون بكثافة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، وجبهة الإنقاذ المعارضة تتحدث عن خروقات شبت العملية. وفي الفن السابع انطلاق فعالية مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته السادسة بمشاركة عربية واسعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. انطلقت أمس الجولة الثانية لجلسة الحوار بين وزارة العدل وممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، والتي ستنصب على إيجاد أرضية توافق بخصوص قانون المحاماة. وحضر هذا اللقاء وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي وممثلو المحامين إلى جانب إطارات من وزارة العدل. هدى الوبح. هي الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وزارة العدل والاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، تأتي بعد مراسلة وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي التي تؤكد رسميا وضع الآليات الكفيلة بحل انشغالاتهم المطروحة. أهمية الكاملة منصبة حول نوعية العدالة، وليس مجرد انشغالات فئوية، بل هي نوعية العدالة التي يمكن أن نجسدها في البلاد وتكون متطابقة مع التوجيهات التي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية للجنة إصلاح العدالة، حتى نترجمها يعني بكل روح مسؤولية ووفاء، حتى تكون العدالة في مصف الدول المتقدمة في هذا المجال. والإرادة المعبر عنها خلال هذا الاجتماع اليوم من قبل المشاركين توحي بأننا إن شاء الله اليوم ستكون يعني المرحلة النهائية في هذا المجال إن شاء الله، وتكلل بفضل كل ما كان يعني عالق من نزاعات في هذا المجال. الطرفان أكدا إرادتهما المشتركة للعمل على تحديد نقاط الخلاف التي من شأنها إعاقة مسار أي عمل قضائي يهدف إلى تحقيق عدالة حقيقية تستجيب لتطلعات المواطن. كان لقاء يوم 28، كان هناك اتفاق على بعض النقاط، بعض النقاط حلت في الحين يمكن على الوزير يتصرف فيها بمفرده، بعض النقاط لابد من الرجوع إلى الإدارة وإلى مرؤوسيه، فيمكن يعني يكون فيها حوار ومناقشة ولجان وكذا، والأمور تسير سيرا حسنا. هذا ويبقى على المحامي أن يعرف ثقل المسؤولية التي هو مطالب بتحملها كشريك للعدالة إلى جانب القضاة لضمان عدالة ونزاهة القانون. عاين وزير النقل عمرتو مشروع ازدواجية السكة الحديدية الرابط بين عنابة وسكيكتا وما يتبعه من منشآت فنية وأنفاق. سعيد بلونيس.